انا بقى عمري ما اشتريته من بره، مش عشان حاجه، عشان انا ما بثقش ابدا ان انا اكل سمك من ايد حد. لازم السمك اعمله بايديا واغسله كويس جدا، واعمل فيه شويه حاجات كده مستحيل حد هيعملها لك، وكمان اوفر وانضف بكتير. في الاول كده هنسمي بالله ونصلي على الرسول. هنجيب طبق نحط فيه 3 جزرات مغسولين ومبشورين، بصلايه متوسطه متقطعه مكعبات صغيره، 3 حبات من الطماطم متقطعين قطع صغيره، قرنين من الفلفل حامي على بارد وزي ما بتحبي، لو ما بتحبيش الحامي ما تضيفيش، نص حزمه كزبره، نص حزمه بقدونس متقطعين رفيع، بعد كده نص راس توم مدقوقه، وبعد كده 3 ليمونات متقطعين شرايح، وربع كوبايه من الليمون، وربع كوبايه من الزيت. هنا بقى هنحط ملح، وهنحط كمون، وهنحط شوية صغيرين من الفلفل الأسود، وما تستغربيش خالص، تحفة يا بنات، جربوه بس كده. وحطيت رشة من الشطة، وحطيت معلقة كبيرة من الكركم، وحطيت كمان شوية من بهارات السمك لو موجودة عندك، ولو مش موجودة خلاص مفيش مشكلة. وهناخد كل بقى الخضار بتاعنا ده ندعكه كويس قوي 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 قوي. بعد كده هنجيب السمك بتاعنا بنغسله وننضفه، وفي آخر غسلة بنحطه في شوية مية بملح، بس كده. بعد كده بقى بنجيب ورق فويل ونبتدي نحط شوية من الخلطة اللي احنا عملناها دي، ونبتدي نحط السمكية عليها، ونبتدي ان احنا نفرد بقية الخلطة على السمك بالشكل اللي انتي شايفاه ده. عايزة اقولك كل الموضوع ما بياخدش وقت، وكمان سهل قوي. ولما بتيجي تطلعي السمك بتاعك بتطلعيه كده كقارب زي ما انتي شايفة، فما بتبهدليش الدنيا. وكمان حتى الصاج اللي انا بسوي فيه انا بغلفه بورق ألمونيا عشان ما اقعدش اغسل وبهدل الدنيا. الناس اللي بتقلق من ورق الألمونيا تقدر تحط ورقة زبدة تحت ورقة الفويل، بس انا الصراحة بعمل بقى وبسيبها على الله. فببتدي ان انا اعمل كل السمك بتاعي بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، هخلص كل الكمية. واخر حاجة بقى وكمان بضيف عصير ليمون تاني، لان السمك بيحب الليمون. طول ما انتي بتحطي ليمون كتير اعرفي ان السمك بتاعك هيطلع مزز وطعمه تحفة. بعد كده بقى احطي كمان شرايح ليمون زي ما انتي شايفة. هحط بقى الصاج بتاعي في الفرن على درجة حرارة 200، اعلى حاجة عندك ولعيها، حطيها على الصاجة على طول. وطبعا تبقي رايحة جاية عليه، ما بياخدش اكتر من ربع ساعة وبيكون مستوي. بعد كده بقى بتولعي له الشواية ياخد اللون الخطير ده. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا اقسم بالله ولادي ما بيحبوا السمك نهائي، بس لما عملته لهم كده بصي اتجننوا عليه وقالوا لي ماشي احنا موافقين ناكل منه لو عملتيه كده تاني، بس ما تعملوهناش محمر، مع اني انا دايما بعمله سنجاري. بس بصراحه كنت بعمل البلطي وبعمل الماكريل، لكن في البوري وسنجاري حاجه خطيره. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير، وكمان بقى ما تنسيش التطبيق المجاني اللي بجيب لك كل الافكار دي من عليها، سيبولك في اول كومنت تحت الفيديو. حملي 1 اكلات 1 حلويات وبس كده. شايفين الجمال؟ حاجه كده تحفه، حاجه تفتح النفس. جربوه لكم لو مش بيحبوا السمك، انا متاكده ان انتوا هتخشوا تقولوا لي بجد لا بقوا يحبوه جدا. كمان هستنى تطبيقاتكم تعملوها وتنزلوها لي، وروني الصور بتاعه الوصفات بتاعتكم تحت في التعليقات. بس كده يا حبايبي، واي استفسار ببقى موجوده في قسم التعليقات اول ساعه من نزول الفيديو عشان نرد على اي تعليق انتوا بتكتبوه، ارد عليكم فورا. متنسوش بقى تصلوا على النبي.